الحسد خلق لكل واحد فينا طابور من الأعداء الغير حقيقيين. بقيت شايف كل الناس مركزة معاك، كل الناس باصة للي في إيدك، وإنت ممكن قوي ما يكونش في أي حد حاسس بوجودك أصلا. بقى مبرر رخيص وسهل للفشل والإهمال والكسل. السلام عليكم. هسألك سؤال ملوش علاقة بموضوعنا قوي، وجاوبني بسرعة من غير ما تفكر. جاهز؟ إيه رأيك في كيد النساء؟ كيد النساء شيء عظيم طبعا، ومين قال الكلام ده؟ ربنا. ما هو اللي قال إن كيدهن عظيم. برافو عليك. أحب أقول لك بقى إن ربنا ما قالش إن كيدهن عظيم. أيوة صح، افتكرت. ربنا قال إن كيدكن عظيم، ولا ربنا قال دي كمان. إيه ده يا عم سامح، أنت بتشكك في القرآن ولا إيه؟ يا عم فهمني صح، الله يخليك، بدل ما تشيلني تهمة أنا مش قدها. حاشا لله، مش بشكك ولا حاجة، بس الصح إنك تقول المعلومة كاملة. كيد النساء اتذكر فعلا في القرآن، بس على لسان مين؟ من وجهة نظر مين؟ ارجع للسياق. دي جملة قالها عزيز مصر: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. دي وجهة نظر العزيز اللي اتبناها في الموقف ده وتحت التأثير ده. ما تعممهاش انت بقى وتقول لي أصلها مذكورة في القرآن. طب ما القرآن مذكور فيه إن فرعون قال لقومه: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ينفع بقى توافق على الكلام ده؟ حلو قوي. ما ترجعش بعد كده حضرتك تقول لي أصل الحسد مذكور في القرآن. نورت هيئة المحكمة يا سيدي. ما كلنا عارفين إنه مذكور في القرآن، بس هو القرآن قال لك تخمس في وش الناس؟ قال لك كان عندنا كتكوت وكبر؟ كان عندنا بطة بتمشي كده؟ يعني إيه الحركة دي أصلا؟ هتفيدك بإيه؟ بجد إيه القوة العجيبة اللي في رقم 5؟ ليه مش رقم 2 مثلا ولا 3 ولا 7؟ اشمعنى 5؟ القرآن قال لك علقي خرزة زرقاء في رقبتك؟ لا، وبيحطوها في البروفايل بتاعهم دلوقتي عشان اللايكات ما تتحسدش طبعا. هل القرآن قال لك تدعي الفقر والمرض والمشاكل عشان خايف تتنشى عين؟ الحسد بقى شماعة سخيفة وبايخة قوي يا جماعة، بقينا بنعلق عليها كتير من سلبياتنا. يعني انت السكر عالي عليك بسبب الحسد، مش بسبب صينية الكنافة اللي كلتها لوحدك امبارح. وانت ولادك بيسقطوا في المدرسة مش عشان ما بيذاكروش، لا، عشان محسودين. وحضرتك طلقت مراتك 3 مرات مش عشان انت متهور وطايش وما عندكش تحكم في اعصابك، لكن عشان نزلت صورتكم وانت عازمها على 6 كبده ب 12 جنيه. الحسد خلق لكل واحد فينا طابور من الاعداء الغير حقيقيين. بقيت شايف كل الناس مركزه معاك، كل الناس باصه للي في ايدك، وانت ممكن قوي ما يكونش في اي حد حاسس بوجودك اصلا. بقى مبرر رخيص وسهل للفشل والاهمال والكسل. بقى مرض وهمي انت مقتنع انه هيخلص عليك، وهو في الحقيقة يروح بإسبرينا. هل مفيش حسد؟ إذا كان ربنا قال ومن شر حاسد إذا حسد، عايزني أنا أقول لك مفيش؟ لا، هو فيه، بس ربنا سبحانه وتعالى حاشاه إن يقول لك الداء وما يذكرش معاه الدواء. الدراما اللي احنا بنشتغل بتعمل كده أوقات كتير قوي، بتعرض المشكلة بس وتسيب النهاية مفتوحة. سيبك انت بقى تفكر في الحل، لأن صناع الدراما دول بشر مش مهمتهم يصلحوا الكون. لكن القرآن ما فيهوش الكلام ده. لازم في كل مرة بتقول فيها الحسد مذكور في القرآن تكون عارف إن ربنا زي ما ذكر المشكلة ذكر حلها في نفس السياق. هات الموضوع كده من أوله، ما تاخدش منه آخر جملة بس. اللي قال في آخر كلامه ومن شر حاسد إذا حسد، قال في أول الكلام قل أعوذ برب الفلق. قدم لك الحل قبل المشكلة نفسها. كل ذي نعمة محسود، وفي ناس كتير نفوسها مريضة ما بتحبش تشوف الخير في إيد غيرها. التعامل معاهم بسيط جدا وعلى روشتة ربنا. اقرأ المعوذتين تكفيك من كل شر، لكن تخلق لنفسك بعبع وتعيش مع وسواس إنك طول الوقت محسود وتقترح حلول ربنا ما قالش عليها، سواء بقى بخور، امسك الخشب، حصوة في عين مش عارف مين، توحش شكلك، تنكر نعمة ربنا عليك. كل دي حلول ربنا ما قالهاش، يبقى ما تعملهاش عشان هتتعب نفسك على الفاضي. وفي قناعة اتعلمناها من الشيوخ الكبار، لو مشيت بيها مفيش حاجة وحشة هتصيبك إن شاء الله. ما تستكترش نعمة ربنا على نفسك. يعني لو عجبتك صحتك شوية قول لنفسك وإيه يعني؟ ما ربنا سبحانه وتعالى خلق ناس كتير قوي صحتهم أحسن مني. لو حسيت إن القرش جري في إيدك قول لنفسك وده يطلع إيه في خزاين ربنا.
ده ربنا عنده أكتر من كده بكتير قوي. امشي بالسياسة دي في كل حياتك، ما تستقلش بنعمة ربنا لكن ما تستعظمهاش عليه. خليك مدرك إن العطاء والمنع بإيد ربنا وحده، والنفع والضرر بإيد ربنا وحده، ومفيش حاسد ولا حاقد ولا جن أزرق يعرف يعمل معاك حاجة ربنا مش عايزها تحصل. ربنا لما أمرك تتعوذ من الحسد ما كانش بيحميك من زوال النعمة بس، دي أبسط حاجة ممكن تحصل لك. الحسد يا جماعة زي كرة النار، طول ما هي مع صاحبها بتحرق فيه، ولو رماها على غيره تحرق غيره. الحسد ممكن يوصل الطرفين لمنطقة وحشة قوي هتضرهم هما الاتنين. عارف ايه المنطقة دي؟ منطقة التعارض مع قرارات ربنا، الخروج ولو سنتي واحد بره دايرة التسليم، وهي دي بقى المصيبة الكبرى. الحاسد والمحسود معرضين يقعوا في الفخ ده. مستغرب صح؟ هقول لك ازاي. الحاسد شخص مستكتر نعمة ربنا على عباده، بيقول لنفسه هو ده يستاهل كل ده، وشعاره في الحياة يدي الحلق للي بلا ودان. طب هو مين اللي بيدي؟ بيتهم ربنا في حكمته وفي عدالة توزيعه للنعم والعطايا. تفتكر دي حاجة بسيطة؟ طب والمحسود؟ المحسود يا سيدي لو ممشيش على الوصفة بتاعت ربنا وعرف كويس قوي إن النفع والضرر بإيده هو سبحانه وتعالى بس، هيخاف النعمة اللي ربنا اداهاله شخص تاني ياخدها منه. تخيل تخاف على ابنك من واحدة بتقول عليها عينها وحشة، ده يترجم ازاي؟ إن ربنا وهبك هبة وقرر إنها بتاعتك، وحضرتك خايف من مخلوق زيك إنه يضيعها منك. لا، وبتعمل إيه؟ تعمل لي عروسة ورق وتحرقها. بتستعين بحاجات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني الحاجات دي هي اللي هتحمي ابنك، وربنا سبحانه وتعالى ما يقدرش يحميه. طب ما ترفع ايدك وقول يا رب، يا رب احمي ابني واحفظه. مش دي أسهل؟ دي بقى مشكلة أكبر من زوال النعمة أصلا. شفت الحسد ممكن يوصل الطرفين لإيه؟ لأكبر مصيبة في الدنيا. ممكن يخرجهم بره دايرة الأمان بتاعت ربنا. عشان كده يا صديقي ربنا حذر منه وأمرك تستعيذ منه، عشان دي خطورته الحقيقية مش الأوهام اللي في دماغك. وكل سنة وانتم طيبين.